طريق تهذيب النفس للكاملين، للأولياء، للعلماء وللمراجع، ولله بالعكس هذا الطريق على الجميع، البقال والحداد والمعلم والشرطي والنجار والخطيب والعالم والمرجع والسيد والعامي أي واحد، هذا طريق للجميع، طريق تزكية النفس للجميع. نعم فيه مشقة بلا شك، بلا شك فيه مشقة، بلا شك يحتاج إلى همة عالية وإلى جهد عالي وإلى إرادة قوية طبعا. هو يعني هو الطريق للشجعان، الطريق لمن يتحمل، وإلا أنت في طريق الله كل شيء راح تشوف عثرات، راح تشوف أخطاء، راح تشوف أعداء، راح تشوف طبيعي يعني وهذا الأمر هكذا، راح تشوف نفس أمارة بالسوء. فلا يمكن الإنسان أن يعتكز على هذه المقولة الشائعة: إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. السبيل الله، أقوى من إبليس وأقوى من نفسك وأقوى من الهوى إبليس، وأقوى من الدنيا وأقوى من إبليس الله عز وجل. فلا يمكن للإنسان أنه يعني يعبر هاي الطريق، هاي النقطة، هاي النقطة كلش مهمة، خليها بجيبك، خليها بقلبك، خليها ترشية بإذنك على قولة هنا. يعني مهم أن تلتفت إلى أن موضوع تزكية النفس وجهاد النفس موضوع يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى همة عالية، ويحتاج إلى إرادة عالية، ويحتاج إلى صبر لأن فيه مشقة. أقرأ وياي الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أنت ساعي له بتعب وبمشقة فملاقيه، لكنه بنهاية العبور هذه، نهاية الأشياء هذه، أنت تلاقي الله سبحانه وتعالى بعد أن تطوي الدرجات وتعبر هاي المنازل، التوبة واليقظة والعزم والتخلية والتحلية والتجلية وكذا إلى أن توصل. فلا يمكن للشاب وللمؤمن وللمؤمنة أن يقول خلص والله احنا تعبنا يا أخي، كل تعبنا، هاي نفسي صعبة ما أقدر لها. لا تقدر. كل اللي مطلوب من عندك أن تخلي في بالك هاي الملاحظة، أنك في طريق تحتاج إلى صبر وإلى إرادة وإلى همة عالية. هذا الأمر هو طبيعي، وهذا طريق يا إخواني، هذا طريق الأنبياء وطريق الأئمة وطريق الصالحين، طريق تهذيب النفس، طريق تزكية النفس. احنا بينا هذا الموضوع طبعا بالمحاضرات بالدروس السابقة، لكنه خليها في بالك انه انت لما تدخل في طريق تهذيب نفسك وكمالاتك وطريق الهداية، معناه انت تنتظم في سلك الصالحين. يعني انت راح تصير مع الصالحين، تسير كما سار يوسف الصديق في تهذيب نفسه، وكما سار لوط وهود ويونس وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى. هذا طريق الأنبياء وطريق الصالحين. نعم خلي في بالك أن هذا الطريق يحتاج إلى شوية تحمل، ويحتاج إلى صبر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهنا أنت بلا شك صعوبة هذا الطريق يعني خارجية وداخلية، أكو وساوس، وأكو أصدقاء سوء في المجتمع، وأكو ناس أهل حسد وأهل ضغينة، وأكو ناس يكرهوك، وأكو ناس كذا. طبيعي جدا أنت في طريق. ولذلك إخواني، واحنا بعدنا بالنقطة الأولى في مقدمة تهذيب النفس، تعالوا وياي إلى هاي الآية الخطيرة حقيقة. هاي الآية أنا أعتبرها من الآيات المرعبة في القرآن، الآية 21 من سورة النور. يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف هاي الآية يعني تحتاج صراحة، تحتاج إلى على قولتنا يعني صفنة طويلة والله. يعني بس دقق هاي الآية هذه حقيقة يعني تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل كبير، وتحتاج إلى وقفة مهمة. ولولا
فضل الله عليكم ورحمته. شوف هاي الآية مهم الإنسان يتأمل فيها. الآية 21 سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الله أكبر. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أنت بس تأمل وياي واستذوق وياي هاي الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. يعني لا تتصورون إنه طريق التزكية أنت بذراعك تحصله. يراد لفضل من الله، يراد لرحمة من الله، يراد لنظرة من الله للعبد حتى يعينه في طريق الله. إذا نشوف الأمر وش قد مهم وش قد صعب وش قد دقيق، بحيث الله عز وجل يقول أنتم اسعوا في طريق تزكية أنفسكم، لكنه الإعانة ترى تجي من عندي، الفضل يجي من عندي، القوة تجي من عندي، الرحمة تجي من عندي. هذا موضوع تزكية النفس يحتاج لفضل من الله حتى الإنسان يعود. إخواني هاي مهمة انتبهوا لها. أحيانا تجاهد نفسك فد 20 ملكة سيئة عندي مثلا أتخلص منها، تبقى ملكة واحدة يراد لها فد مدة طويلة لما أعبرها. انتبهوا إخواني، الأمر دقيق، الأمر مهم. أقوم وأعثر طبيعي، لكن خلي في بالك أن هذا الموضوع يحتاج لفضل من الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. شوف حتى الآية القرآنية ما قالت ما زكى منكم من أحد، هاي ما زكى أحد منكم ما زكى منكم من أحد من أحد أبدا ما تزكى إلا الله يرحمك، إلا الله يتفضل عليك. انظر إلى عمق المسألة وإلى صعوبة الأمر ودقة الأمر. هذه النقطة الأولى التي أردت بيانها في مقدمات كيفية التزكية. النقطة الثانية: صحيح هذا الطريق صعب، طريق تزكية النفس صحيح، ولكن ثوابه عظيم فضله لا يدانيه فضل. صحيح أنت الآن يجوز شوية خفيت أو قلت هاي شلون هذا بهالصعوبة هذه شلون؟ إيه صحيح، لأن مقدار صعوبته بشنو؟ بالثواب العظيم. صحيح هذا الطريق وإن كان ذا مشقة وعناء وسلوكه يقتضي تحمل المشاق، إلا أن ثواب تزكية النفس من أفضل المثوبات، ولا ثواب ولا عمل أفضل منه ما تلقى. شوف الأمر، يعني لما نقول أفضل منه يعني بعد التوحيد وولاية أهل البيت، هذه التوحيد وولاية أهل البيت هذا عالم خاص، ما تحصل ثواب عمل مثل ثواب تزكية النفس، ما تحصل. ماكو ثواب عمل مثل ثواب تزكية النفس. ثواب تزكية النفس أعظم المثوبات. فهذا الموضوع التهذيب، فهو أفضل من الجهاد في سبيل الله. شوف تزكية النفس أفضل من الجهاد في سبيل الله. موضوع تزكية النفس واضح، أنت يعني دقق عليه لما يقول لك جهاد الأعداء جهاد أصغر، جهاد النفس جهاد أكبر، فالأمر قد عظيم، الأمر قد دقيق. لما توصل المرحلة لهذا المستوى إذا القضية قد عميقة وش قد دقيقة وش قد كبيرة، أنت كون تلتفت إليها جزاك الله خير، لأنه بهالمستوى يقول لك بهالمستوى ماكو أعظم من جهاد النفس. فهو يعني التهذيب، الجهاد، التزكية، فهو من العبادات العظيمة. هنا اكو نقطة كلش مهمة: مولانا هذا فيه ثواب وصل الإنسان أو لم يصل. الله أكبر. شوف هاي المسألة عظيمة. هاي مولانا أنت ما دام تجاهد نفسك وتخالف هواك
ونفسك تريد منك شيء وانت تخالفها، ونفسك تقعدك عن صلاة الليل، ما تريدك تصلي صلاة الليل وانت تقوم تصلي صلاة الليل، ونفسك تطلب هذا المحرم وانت تترك، ونفسك تجرك وتغفل انت شوية وتخطأ خطأ معين وتنتبه وتستغفر وترجع لله، انت في ثواب. وصلت للغاية القصوى، وصلت. حتى إذا ما وصلت أنت هم في ثواب، ما دام أنت في طريق الله أنت في ثواب. شوفوا إخواني الأمر ايش قد عظيم، شوفوا الأمر ايش قد دقيق. ما دام أنت في طريق الله أنت في ثواب، ما دام أنت تجاهد نفسك وتخالف هواك وتلتزم باللي تقدر له أنت في ثواب. لاحظوا. فهذا الموضوع من العبادات العظيمة، سواء وصل الإنسان إلى المقصود ونال مبتغاه أم لا، فمجاهدة النفس والهوى والرذائل عبادة تغلب عليها أو لم، يعني وصل أو لم يصل. طيب هذه النقطة شنو؟ ما أدري، أنا خاف يعني طولت عليكم وما أدري. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، شوف هسه كم نقطة؟ نقطتين. النقطة الأولى أن جهاد النفس صعب، واحد. النقطة الثانية أن ثوابه عظيم، ثلاثة. أنت لازم تلتفت أنه طي هذه المنازل والعبور إلى مقامات تزكية النفس غاية أنت يعني خلقت من أجلها. إنه هذا الموضوع مو من المواضيع الجانبية في حياتك والثانوية في حياتك. شوف هسه مرات واحد مولانا عنده هاي الأشياء أشياء ثانوية، هي الأشياء الرئيسية عنده مثلا أنه هو شلون يربح بالتجارة، شلون يصير رجل أعمال، هذا عنده هو الشغل الشاغل الآن. واحد آخر مسخر كل وجوده على مود مثلا يحصل فد منصب معين، منصب ديني، منصب عشائري، منصب حكومي، منصب أمني، منصب سياسي، هو باله هذا وضع كله هو قائم على هاي النقطة. واحد غايته أن يحظى بالشيء الكذائي، هو هذا يعني شغله كله قائم على هاي النقطة، من يقعد الصبح لحد ما ينام هو بس هاي السالفة شاغلته. مثلا بعض الناس مثل الطوبة، كرة القدم، هو هذا موضوع الصبح مثلا يباوع طوبة، يقلب مواقع التواصل ويباوع رياضة، العصر يلعب رياضة، بالليل يسولف بالرياضة، يريد يعلق بس رياضة، هو وقته كله هذا. واحد لا، هو عنده علاقة معينة، هو وقته كله قائم على هاي العلاقة، الصبح بالليل العصر، خلاص هو جاعل هاي القضية يعني شغله الشاغل. واحد لا، شغله الشاغل شلون مثلا يسقط فلان، هو خلص هذا هو وضعه كله وش يسوي له هذا، هو ما عنده غير فلان. واحد آخر لا، يريد يحصل منصب مثلا، هو مثلا يريد يحصل منصب فدائما حياته قائمة على هذا. واحد آخر لا، يريد يصير وجيه. السؤال هنا، من منا جعل موضوع تزكية النفس وتهذيب النفس والرقي بالنفس إلى عالم الكمالات شغله الشاغل؟ هذا منو بينا خلى هذه القضية شغل الشاغل وجعلها من أولوياته؟ منو؟ مع أنه هذه مخلوق الإنسان من أجلها. شنو رأيك؟ مع أنه الإنسان مخلوق من أجل تزكية نفسه، من أجل أن يعبر هاي المقامات ويوصل إلى مرحلة مؤمن متكامل، مؤمن عالي. منو بينا جعل تزكية النفس شغل الشاغل أهم من علاقاته وفلوسه وإعلامه وعنوانه ومنصبه؟ منو بينا؟
منو بينا شغل الشاغل تزكية نفسه. هاي هو يقول أنا شغل الشاغل وقتي مصروف في بناء نفسي، في بناء كمالاتي المعنوية. إخواني هنا شوفوا، على الإنسان أن يلتفت إلى أنه خلق، ركزوا وياي بهاي الجزئية جزاكم الله خير، منو بينا عليه ملتفت أنه خلق لطي تلك المنازل حتى يصل إلى مقام القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف نفسه ويصبح تام القابلية لأخذ الفيض من الله سبحانه وتعالى. شوف منو بينا الإنسان عليه قبل أن يبدأ في موضوع تزكية النفس، عليه أن يلتفت إلى أنه أساسا خلق لأجل تزكية نفسه، خلق لأجل الوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة، خلق لأجل أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويصل إلى الله سبحانه وتعالى. عليه أن يلتفت الإنسان إلى هذه الحالة، عليه أن يلتفت الإنسان إلى هذه الحالة، إلى أنه قد وصل درجة الالتفات واليقين على أنه مخلوق لأجل هاي القضية. شوف، ولذا ينبغي الالتفات إلى أن الإنسان خلق لطي تلك المنازل حتى يصل إلى مقام اللقاء والقرب ويعرف نفسه ويصبح تام القابلية لأخذ الفيض. طبعا يمتى الله يفيض على الإنسان؟ حينما تصير عنده قابلية. يمتى تصير عنده قابلية؟ حينما يتوسع إناء قلبه. متى يتوسع إناء القلب؟ حينما يتخلص الإنسان من ملكاته السيئة. متى يتخلص الإنسان من ملكاته السيئة؟ حينما يجاهد نفسه ويربي نفسه ويزكي نفسه. رجعنا إلى موضوعنا، رجعنا إلى مطلبنا. إذن الفيض الإلهي متعلق بتزكية النفس، خلاص، متعلق بأن يصبح الإنسان تام الفاعلية، كما أن الله تعالى شوف لا يفيض على الإنسان إلا أن يصبح تام الفاعلية، عنده قابلية متسعة، باطنة متسع، ولا يمكن أن يتوسع الإناء حتى تزيل منه الأشياء الأخرى اللي غيرها. هسه عندك جلاس ماي، جلاس فارغ، بتريد تخلي بيه مي، اذا هذا الجلاس متروس اجلكم الله مثل دم او نجاسه، شلون يخلون بيه الماء غير تنظفه؟ نفس الحاله مولانا، نفس الحاله بالضبط. انت تنظف انائك وبعدين يفيضون عليك. هي هاي القضيه، قضيه سهله. نظف طاستك الله يعبي لك، نظف طاستك الله يعبي لك. مجرد ما ينظف الانسان قلبه من الملكات السيئة ومن الذنوب ومن المعاصي ومن الحقد ومن الضغينة ومن الحسد ومن الكراهية ومن المحرمات ومن فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفيض على قلب الإنسان، يفيض على باطن الإنسان، يفيض على روح الإنسان. هذه القضية. إذن النقطة الثالثة، ينبغي عليك أن تلتفت إلى أنه لا يتم الفيض الإلهي حتى تكون تام القابلية. ليش؟ لأن الله تام الفاعلية، الله تام الفاعلية في الفيض، فأنت ايش تحتاج؟ إلى أن تكون تام القابلية في الاستلام. فإذا صرت تام القابلية أفاض عليك. متى يصبح الإنسان تام القابلية؟ حينما يتوسع إناؤه. متى يتوسع إناؤه؟ حينما يتخلص من الملكات السيئة. شلون يتخلص من الملكات السيئة؟ حينما يزكي نفسه ويجاهد هواه. كيف يزكي نفسه ويجاهد هواه؟ هذا هو درسنا. شوف، رجعنا للنقطة اللي احنا نحوم حولها لحد الآن. احنا ما داخلين في المطلب يا أخي، لا تستعجل، لا تستعجل يا أخي. احنا هذا المطلب نفلسه تفليس. شايف شلون واحد يفلسه تفليس؟ بس شوية تستعجل تنكسر الشغلة اللي بيدك.
خليك هادئ، وما لا يستعجل الإنسان. عمره مثلا 20 سنة، عمره 15 سنة، عمره 25 30، يريد انكلن. شلون يصير مولانا؟ شلون يصير يعني؟ حتى يكون الهلال بدرا فإن الأمر يحتاج إلى وقت. الأمر يراد شوي صبر يا أخي، لا تستعجل. أنت يعني شايف الزرع يطق بيوم واحد؟ أبدا، يراد له وقت، يراد له تأني، يراد له صبر. ما يصير، ما يصير. إذا احفظوا هاي المعادلة الدقيقة. النهاية الله تام الفاعلية. شو يريد؟ يريد العبد تام القابلية. شلون يصير تام القابلية؟ حينما شنو؟ حينما يتوسع إناؤه. حينما كيف يتوسع إناؤه؟ حينما يرفع الملكات السيئة. حينما يرفع الملكات السيئة شنو؟ بتزكية النفس. بالأخير النتيجة شنو؟ الفيض الإلهي. يفيض الحق على العبد، يفيض الله عز وجل على قلب العبد. فقد جعله الله سبحانه وتعالى خليفة له، مسجودا للملائكة، وأمكن له أن يصل إلى مقام جواره، كما وقد جعل قلبه عرشه وأمانة منه. إذا الأمر شقد دقيق يا أخي، شقد دقيق. إذا هاي الأشياء كلها الله عز وجل مطيها، يعني مطيها للإنسان. إذا المسألة شنو؟ المسألة دقيقة، والمسألة مهمة. كل ما هنالك ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه، وإلا شوف العطايا اللي الله عز وجل مطيها للإنسان، معناها المسألة كبيرة. إرادة الإنسان يستعد، وإلا شنو معنى الملائكة يسجدون لآدم؟ آدم أبو البشر، آدم إنسان. شنو معنى يعني قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ خلاه خليفة. ليست المسألة بهذه البساطة يا إخواني، هذه مسألة مهمة. أنت لو شوية تفكر بيها، شنو مولانا كرمنا بني آدم؟ تكريم هذا شلون خلاه مطمئنة ارجعي إلى ربك؟ هذا الرجوع إلى هذا معناه الإنسان بتزكية نفسه بلغ هاي الدرجات، بتهذيب نفسه وصل إلى هذه المنازل. وإلا الشغلة مو سهلة. أنت لا تتصور يعني شيء أنت بسيط. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ شلون صار قلب الإنسان عرش الرحمن؟ يعني مسألة كبيرة. معناه هو بشنو الإنسان وصل لهاي الدرجة؟ بشنو وصل لهاي الدرجة من صار تام القابلية؟ شلون صار تام القابلية؟ شلون أفاض عليه كل هالمنازل؟ شلون أفاض عليه؟ لأن جاهد نفسه، خالف هواه حتى صار مطمئنا. على أي حال هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الشرح إن شاء الله تعالى، نشرحها في الدرس القابل بحول الله تعالى وقوته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.